السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناة فيزا الجزائرية. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وفي صحة جيدة وصحة رمضانكم يا البنات. اليوم يا البنات جبت لكم مملحات اللي هي مثلثات البطاطا، ولتحقيق هذه الوصفة نحتاج في لائحة المقادير بطاطا مسلوقة يا البنات نمرسوها مليح حبيباتي، نحتاج إلى بيضة، رشة خميرة الحلويات، ثوم بودرة، توابل حسب الرغبة والاختيار، معدنوس يا البنات مقطع صغير، جبن مثلثات. ولتحقيق هذه الوصفة نروحوا إلى طريقة التحضير. واش راح نديرو هنا يا البنات؟ نسلقوا البطاطا ديالنا، نغليوها تري بيان، نرحيوها جيدا يا البنات، نضيفوا عليها الحبة تاع البيض، الثوم، البودرة والتوابل، إذا حسب الرغبة والاختيار ديالكم كما تحبوا يا البنات. رشة من خميرة الحلويات، من بعد نتجمعوا كامل البطاطا ديالنا يا البنات حتى تولي تشبه العجينة. نزيدوا لها المعدنوس يا البنات ونخليوها ترتاح 15 دقيقة. نرش الفرينة على سطح العمل ونقوم بوضع الجبن داخل إذا البطاطا كما راكم تشوفوا راه موضح في الصورة يا البنات. نديروا جبن المثلثات ونزيدوا نفتحوا دائرة واحدة أخرى تاع البطاطا يا البنات، نغطيو عليها الدائرة الأولى اللي فيها الجبن حبيباتي، وكما راكم تشوفوا نخليوها ترتاح مليح يا البنات ونقطعوها فوالا كما راكم تلاحظوا، ونقليوها في زيت تكون سخونة حبيباتي. إذا بعد ما تقلى من الجانب الأول من تحت يا البنات نقلبوها نقليوها هكذا كما راكم تشوفوا يتنفخوا ويجوا بزاف بنان وبزاف وشهيه طيبه. ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه يا البنات. اذا عجبتكم عليكم غير ديروا نجام وتشتركوا في القناه لكي يصلكم كل جديد. دمتم في رعايه الله وحفظه، في امان الله، الى فيديو مقبل بحول الله. سلام وصحه سحوركم.